والمسلسل بيبدأ في جنوب دلهي الساعة 10:38 بالليل مع عربية شرطة بقيادة الأمين رام، وبتوصل مكان فيه شاب وبنت حد اعتدى عليهم ورماهم في الشارع من غير هدوم، والبنت كانت في موقف حرج جدا، والشاب بيقول لهم إن في 6 رجالة اعتدوا عليهم. وبنرجع بالماضي قبل الحادثة ب 12 ساعة مع رئيس أمناء الشرطة رام، وبيطمن على مراته اللي كانت تعبانة وعرفها إنه هيجيب لها علاج النهارده غير اللي جابه امبارح، لأن شكل اللي جابه امبارح ما جابش نتيجة. ولما بيوصل المركز حد عرفه ان جالهم بلاغ ان في حرامية في عمارة قريبة من هنا، ولما بيوصل هناك بيتفاجئ انهم ضباط شرطة وجايين يقبضوا على مجرم. وساعتها بنشوف المفتش بندار اللي بيكلم بطلة فيلمنا نائبة المفوض فرتيكا، وعرفها انهم قدام بيت المجرم وجاهزين للاقتحام. بعدها بيدخلوا جوه، ولما المجرم عرف بوجودهم ضرب عليهم نار، بس قدروا يقبضوا عليه في النهاية. وفي بيت فرتيكا كانوا بيفطروا، بعدها بيحتفلوا بعيد ميلاد الجدة، وبنت فرتيكا اتشاندي عرفتها انها اتقبلت في الجامعة اللي في تورونتو. فبطلتنا بتنصدم من اللي بتسمعه، وفي العربية كانت متضايقة لانها مش عايزة بنتها تسافر وتكمل تعليمها في بلدها. فبتقول لها انت مسمية دي بلد؟ ده مفيش حاجة فيها حلوة، سرقة وتحرش وقرف. بس والدها طلب منها تسكت وهيتكلموا بالليل في الموضوع ده. وفي مركز الشرطة بندر كان بيحقق مع المجرم، بس الكهرباء بتقطع عليهم، فبينزل رئيس المركز فينود يزعق معاه لان هو اللي فصل الكهرباء، وبيقول له فاتورة الكهرباء كل شهر بتيجي غالية. فبيقول له يعني ما اشوفش شغلي وافضل قاعد زيك كده. وبندار بيطلب منه يرجع الكهرباء وهم هيلموا من بعض ويدفعوها. بعد كده فينود بيسأل رام سبت خدمتك ومشيت ليه امبارح؟ فبيقول له كنت بجيب علاج لمراتي. فبيقول له بس ده مش مبرر، وبيطلب منه ما يعملش كده تاني، وبيعرفه ان كلهم مضغوطين بس برضه الشغل شغله. بعد كده بيوجه كلامه للنقيب نيتي اللي بتبقى لسه منقولة جديدة، وبيسألها ليه سبت المدينة اللي كنت فيها؟ انا سامع انها كانت هادية ومشاكلها كانت قليلة. فبتقول له انا دخلت الشرطة علشان اشتغل مش اقعد على مكتب. وشكلها كده كانت بتلقح عليه، بس بيقول لها ولا علشان تهربي من بيتك وتستقل بنفسك. وفي الشارع فرتكا بتوصل عند نقطة تفتيش، وبتسأل امناء الشرطة ليه مش بتوقفوا العربيات وبتفتشوها، بس بتتفاجئ ان في امين شرطة محشش اصلا، وبيعرفوها انهم مطبقين هنا بقالهم يومين. فبتكلم فينود وبتزعق له لان هو المسؤول عن رجالته، وبتطلب منه يجيب لها امناء شرطة تانيين. فبيطلب من نيتي تروح على هناك. وبعد شوية بتوصل نيتي وامناء الشرطة، ونيتي بتقول لفرتكا انها مبسوطة لانها هتشتغل معاها، وعرفتها ان الدكتور اللي كان بيدرس لهم في الجامعة كان دايما واخدها مثل مشرف. بس بطلتنا بتقطعها في الكلام وبتطلب منها تشوف شغلها كويس. وفي العربية بتكلم بندار اللي بيعرفها انه خلاص خد كل الاعترافات اللي كانوا محتاجينها من المجرم، فبتمدح فيه وبتعرفه انه شخص مجتهد ونفسها يكون هو رئيس المركز بدل فينود اللي مقضيها قاعدة على المكتب. وبعد شوية نيتي بتوقف عربية وصاحبها عرفها ان معاه كتب دراسية، بس لما بتفتشها بتلاقي انياب فيلة، ودي عندهم محظور انهم يبيعوها. وساعتها بندار كان قاعد مع شخص وبيفضل يتريق عليه لانه امين شرطة ومش هيعرف يبقى يوم من الايام ضابط شرطة ويترقى. فبيعرفوا انه عمل انجازات في حياته كتيرة، ونائبة المفوض بتعتمد عليه دايما، فبياخده على قد عقله وبيقلل منه. فبيمشي وهو زعلان بسبب اللي حصل له. بعد كده بنشوف نيتي اللي كانت في المترو، بعد كده بتقابل حبيبها اللي بيشتغل ضابط في الجيش، وبتعرفه انها اخيرا حققت حلمها وهي انها تشتغل مع فرتكا. فبيقول لها بكره تبقي احسن منها، وبيسالها عن اهلها. فبتعرفه انهم جايين النهارده يقعدوا معاها كام يوم. فبيسالها على موضوع جوازهم، فبتقول له مش وقته، وده لانها لسه منقوله جديد ونفسها الاول تثبت نفسها. وبالليل في المول بنشوف ديبيكا واكاش اللي المجرمين اعتدوا عليهم، وبيطلعوا يركبوا توك توك علشان يوصلهم محطه الاتوبيس ومنها يروحوا. وفي الوقت ده فرتكا كانت روحت البيت، وبتعرف ان نيتي مسكت مجرم النهارده وبتنبسط منها. وجوزها بيسالها هيعملوا ايه في موضوع بنتهم، فبتقول له على جثتي انها تسافر. وبتعرفه ان بنت جارهم سافرت وهناك اتعرفت على شاب واتجوزته وخلفت منه طفله، ومن بعدها رفضت ترجع هنا تاني. بعدها بتطلع عند بنتها علشان تقنعها تطلع الموضوع ده من دماغها. وساعتها ديبيكا واكاش بينزلوا من التوك توك، وفرتكا بتقول لبنتها اديني 3 اسابيع وانا هثبت لك ان بلدنا جميلة وما فيهاش اي حاجة وحشة. وفي الوقت اللي بطلتنا بتقنع فيه بنتها ان بلدهم جميلة، كانت ديبيكا واكاش بيتم الاعتداء عليهم، وواحد بيشوف الحالتين وبيبلغ المركز، وفي الحاضر بينقلوهم المستشفى. وديبيكا ما كانش فيها حتة سليمة، وبنعرف ان المجرمين اعتدوا عليها بكل وحشية. وفي الوقت ده بيوصل والدها ووالدتها اللي لما بيشوفوا بنتهم ما كانوش قادرين يتمالكوا اعصابهم، وبيطلع رام يبلغ المركز باللي حصل. وشرطي بيكلم الامين المساعد لفرتكا ناري وبلغوا اللي حصل، اللي على طول
طول بيكلمها وبيقول لها كل المعلومات اللي وصلت له، فبتقوم بسرعة وبتحضر نفسها وبتطلع على المستشفى. ولما بتوصل بتشوف المريضة اللي بتبقى داخلة العمليات لأن حالتها حرجة جدا، والدكتورة بتعرفها إن حصل اعتداء جماعي وعندها نزيف داخلي، ويا عالم هتفضل عايشة لبكرة ولا لأ. ووالد ديبيكا بيشكر فارتيكا إنها موجودة بنفسها، فبتقول له أنا آسفة بسبب اللي حصل لبنتك، وبتوعده إنها مش هتنام غير لما تجيب اللي عملوا فيها كده. وبترن على بندار وبتطلب منه يروح لها في أسرع وقت. بعد كده بتكلم نيتي وبتطلب منها تروح لها هي كمان. وبعد شوية بيوصل بندار ومعاه المحقق سوباش وراكيشة، وبيسلموا على القائدة بتاعتهم، وبيدخلوا عند أكاش اللي حالته بتبقى مستقرة، وبيسألوه عن اللي حصل. فبيقول لهم إنهم كانوا مروحين من السينما وركبوا أتوبيس، وكان في 6 أشخاص وبدأوا يشتموه، بس مرضاش يعمل حاجة علشان معاه ديبيكا، بس قرروا إنهم يضربوه. وبيعرفها إنه كان من ضمن ال6 أشخاص السواق والكمساري، وبيعرفها كمان إنه عرف اسم 2 وهم براجيش وفيكاشا، وبيقول لها إنهم ضربوه واعتدوا على ديبيكا. بعد كده رموهم على الطريق بعد ما أخدوا هدومهم وتليفوناتهم، وكانوا هيدوسوا عليهم علشان يموتوهم، بس هو شد ديبيكا ونجوا بحياتهم. وساعتها بتوصل نيتي وفينود وفيملا وجاري، وشكل كده فارتيكا مش ناوية على خير مع المجرمين دول، ومش هيهدالها بال غير لما تجيب حق البنت المسكينة دي. وبتعرفهم كل التفاصيل اللي قالها أكاش، بجانب إنه عرفها إن لون الأتوبيس أبيض، فبتطلب منهم يراجعوا الكاميرات اللي على طريق الحادثة، ويراجعوا كل المكالمات اللي اتعملت على خط السير وقت الحادثة، ويعرفوا مين صاحب الحمض النووي اللي على جسم ديبيكا. وبتطلب من نيتي إنها تخليها جنب أهل البنت وتبلغها بأي معلومات تعرفها حتى لو كانت تافهة من وجهة نظرها. وتاني يوم فارتيكا بتكلم جوزها وطلبت منه يبعت لها الهدوم الرسمية على المكتب، بجانب ان بنتهم ممنوع تقعد قدام التلفزيون لان في قضية خطيرة هم شغالين عليها، ولو عرفت عنها حاجة فكرة السفر هتبقى اكيد عندها. وبندار بيسألها هي مهتمة بالقضية دي كده ليه، فبتقول له لانك ما شفتش منظر البنت واللي حصل لها، حاجة عمري ما شفت زيها قبل كده. وبيوصل جاري فندق علشان يراجع الكاميرات، بس مش بيلاقي كاميرا على الطريق اللي حصل فيه الحادثة. وفي المكتب راكيش بيكلم هريشة واللي شغال في هيئة النقل، وطلب منه يجيب له كل اسماء شركات النقل اللي في المدينة حالا. وفي المستشفى الدكتورة بتعرفهم ان العملية نجحت، بس للاسف لسه في نزيف داخلي بسبب تلف الاعضاء، بس بتطمنهم انهم هيعملوا المستحيل. والشرطي بيدي الفيملا عينات الحمض النووي والدم. وساعتها اكاش بيتاسف لاهل ديبيكا وبيقول لهم انا اسف لاني ما قدرتش اساعدها، بس بيعرفهم انهم اتكتروا عليه وبيعيط. بس فيملا بتهديه وطلبت منه يروح معاها المركز لانهم محتاجينه علشان يساعدهم. وفي الوقت ده هريش بيعرف راكيش انه بعت له ملف فيه كل الاسماء. وهنا بتوصل فيملا المركز ومعاها اكاشا، وجوه عند فارتيكا بتساله لو فاكر حاجه تانية يفيدهم بيها، فبيقول لهم في الاتوبيس كان موجود تمثال للصنم شيفا، اما جاري كان بيراجع كاميرات في مكان تاني وطلب من الموظف يبدا التشغيل من الساعه 8 بالليل. وفيملا بتوري فارتيكا العينات اللي معاها، وساعتها سوباش كان بيحقق مع السواقين اللي في الموقف، بس بطلتنا بتكلمه وطلبت منه يجيب فريق من البحث الجنائي بس مش بامر رسمي، وده علشان مش عايزين يعملوا شوشره ويروحوا موقع الجريمه ويفحصوه. فبيكلم دكتور زميله وبيشرح له الوضع، فبيوافق يروح هو وفريقه بس هياخدوا فلوس، فبيوافق على طلبه. والشرطي بيعرف فارتيكا انهم فتشوا 250 اتوبيس وقبضوا على 22 شخص مشتبه فيهم. فبتقول له بلغت الامناء ان في تمثال في الاتوبيس، فبيقول لها بلغهم دلوقتي. وساعتها 2 من الامناء كانوا بيفتشوا اتوبيس مدرسه بتاع واحد اسمه سيريشا، وبيعرفوا ان الكمساري الاساسي واخد اجازه ومسافر، فبيسيبوه يمشي. بس المفاجأة لما بيشوفوا التمثال وبيبقى هو ده الأتوبيس اللي بيدوروا عليه. وتاني يوم الساعة 9 الصبح نيتي وهي بتحضر نفسها اكتشفت ان الموضوع انتشر في الجورنال، ورئيس الوزراء سانجيف بيجيله خبر، فبيطلب من المساعد بتاعه يبلغ إيرا انها تروح المستشفى وتعرف كل اللي حصل. وعند فارتيكا كانت مجتمعة مع اصحاب الاتوبيسات وبيعرفوها انهم ما يعرفوش اي حاجة عن اللي هي بتقوله ده، وبيسألوها ليه ما استدعيتيش السيد سيريشا، ما هو من اصحاب الاتوبيسات. فبيرنوا عليه بس تليفونه كان مغلق، وإيرا بتبلغ رئيس الوزراء باللي عرفته، فبيطلب منها تعمل مؤتمر صحفي وتحكي الحادثه بالتفصيل. اما نيتي لما بتوصل المستشفى بتلاقي إيرا وهي عامله المؤتمر الصحفي، فبتبلغ فارتيكا اللي على طول بتشغل التلفزيون وبتشوف اللي بيتقال، وبتتضايق جدا لان كده الراي العام هيتقلب عليهم. وفعلا كانت المظاهرات بدات تحت المركز، وفينود بيكلم صاحبه بيرشانت اللي شغال في الوزاره وطلب منه لو عرف اي جديد عن القضيه يبلغه على طول. وتشاندي بتكلم فارتيكا وبتفضل تزعق معاها لان كل يوم كلامها بيتاكد انه صح عن
عن البلد دي وعمرها ما هتنضف ابدا. اما هاريش بيكلم راكيش وعرفه ان سيريش عنده اتوبيسات كتيره، وعرف كمان ان في اتوبيس مختفي والسواق بتاعه اسمه جاي، وبيعرفوا انهم بيستخدموا الاتوبيس ده علشان ينقلوا بيه طلاب المدارس الصبح ويرجعهم بعد الظهر. ولما الاتوبيس بيوصل الطلاب الصبح بيروح مقر شركه NIC، وده علشان ينقل الموظفين للشغل، والاتوبيس بيقضي معظم الوقت في الشركه. وبعد ما بيوصل الطلاب للبيوت والموظفين للبيوت بيبقى خارج الخدمه، فبيستغربوا لان الاتوبيس كان شغال بالليل. وهاريش بيعرفوا ان الاتوبيس بيبيت في مخيم رافيداس، وعلى طول راكيش بيعرف فارتيكا مكان الاتوبيس وبيعرفها انه حاسس ان الاتوبيس ده هو اللي بيدوروا عليه. وواحد من اصحاب الاتوبيسات عرفها ان في عامل نظافه اسمه ألوك مختفي من الصبح، ولما بيرنوا عليه تليفونه بيبقى مغلق هو كمان. وفارتيكا بتكلف 2 ضباط علشان يروحوا يجيبوا السواق جاي. وساعتها رئيس الوزراء اللي فضح الدنيا بيطلب من وزير الداخليه انه يقيل كل القيادات الكبيره لانهم مش شايفين شغلهم. فبيقول له بس انا متاكد انهم شغالين كويس وهيجيبوا المجرمين في اسرع وقت. وفي الوقت ده بيوصل فريق البحث الجنائي مكان الحادثه، وده علشان يرفعوا البصمات. بعد كده بنشوف المحقق اشوك والمحقق بركاش وهم في منطقه السواق جاي، وده علشان يجيبوه. بس اشوك بيعرف من واحد جاره انه سافر عند اخوه بس ما يعرفش عنوانه. وساعتها بيوصل سيرتاج، وده بقى يبقى متخصص في الاتوبيسات اللي في دلهي وعارفها كلها. وبيجي اكاش علشان يحكي لفارتيكا الحادثه تاني بس بتفاصيل اكتر، وبيعرفها انهم اعتدوا عليهم يجي 45 دقيقه كده. فبيستغربوا لانهم المفروض يكونوا خدوا طريق اطول والكاميرات اللي على الطريق دي تجيبهم، بس بيقول لهم انهم لفوا حوالين المعبد مرتين. وساعتها اتشاندي كانت قاعده مع زمايلها ومقروفه بسبب اللي بيحصل ونفسها تسافر النهارده قبل بكره، وبتفضل كل واحده فيهم تحكي عن حادثه حصلت لها مع المجرمين والمتحرشين. وواحد بيعرفهم ان في مظاهرات قدام المركز فبيقرروا يروحوا يشاركوا فيها. بعد كده بنروح للمفاوض كومار اللي بيوصل مكتبه وبيكلم فارتيكا وبيطلب منها تحل الموضوع ده بسرعه لان الدنيا قايمه عليهم. فبتقول له ما تقلقش. وساعتها بتوصل تشاندي وزمايلها للمظاهره، وجاري كان بيشوف الكاميرات وبيلاحظ ان في اتوبيس لف من نفس المكان ده مرتين، فبيصوروا وبيبعتوا البندار. واكاش بيأكد لهم ان هو ده الاتوبيس، فبيتحركوا بسرعه. وساعتها فينود كان بيكلم برشانت اللي في الوزاره اللي بيعرفوا انه قريب هيشيلوا ضباط كتير بسبب اللي حصل، وعلى رأسهم نائب المفوض فارتيكا. وساعتها فريق البحث الجنائي كان بيرفع البصمات، وسوباش وفيملا كانوا واقفين معاهم. وفي العربيه بركاش عرف بندار على نمره الاتوبيس بتاع جي. وساعتها بطلتنا كانت الدموع في عينيها وبتقول لهم انا مش هسامح نفسي لو ما جبتش حق البنت الغلبانه دي، لان اللي اتعمل فيها ده ما يعملهوش غير شياطين. وبتوصل لمكان الكاميرات وبيشوفوا الاتوبيس اللي عليه علامه شركه سيريشا، وبيقرروا انهم يروحوا مخيم رافيداس اللي الاتوبيس بيبيت فيه. وساعتها كان في صحفي في اتوبيس وقاعد يشرح للناس طريقه الاعتداء على ديبيكا، وطبعا كل كلامه كان غلط. وساعتها المفوض بيرن على فارتيكا وطلب منها تعمل مؤتمر صحفي توضح للناس الحقيقه. فبتقول له مفيش مشكله بس لما اخلص المشوار اللي انا رايحه له ده. وبندار بيقول لها انه لسه قافل مع سيريشا اللي عرفوا ان الاتوبيس وجاي مختفين. وبتوصل عند بركاش. بعد كده بنشوف نيتي اللي كانت في المستشفى وبتجيلها رساله من حبيبها انه عايز يشوفها. واثناء وفارتيكا في العربيه الاتوبيس بيعدي من قدامهم وبيقبضوا على جاي. وفارتيكا بتطلب من راكيشا ياخد الاتوبيس ويطلع على الملعب القديم، وبتكلم سوباش وبتطلب منه يروح هو وفريق البحث الجنائي ويفحصوا الاتوبيس. وبعد شويه بتوصل بطلتنا ومعاها المتهم المركز وبتطلع تعمل لقاء صحفي، وبنتها كانت من الموجودين بس بتستخبى وبتطمن الناس ان حق ديبيكا مش هيروح وقريب جدا هيمسكوا المجرمين. وفوق بتدخل تحقق مع جاي اللي بيقول لها انا مش عارف انا موجود هنا ليه، وبيتكلم بكل هدوء اكنه ما عملش حاجه، وبيعرفهم انهم قبضوا على الشخص الغلط. بعد كده بيوصل الاتوبيس وبيدخل سوباش والفريق علشان يرفعوا البصمات. وساعتها جاي بيعرفهم انه كان عند اخوه سهران امبارح وما كانش في الاتوبيس اصلا. فبندار بيقول له انت مش عندك اخ محصل تذاكر؟ فبيقول له ايوه بس ما عرفش هو فين. وبره بنعرف ان اكاش رفض يتعرف على المجرمين لان حالته النفسيه ما تسمحش. وبندار بيطلب من سودير يروح يدور على اخو جاي واللي اسمه امارة. وسوباش بيكلم فارتيكا وبيعرفها ان الاتوبيس فابريكا وما فيش اي بصمات ولا علامه واحده. فبتزعق له وبتقول له اقلب الاتوبيس من فوق لتحت واكيد هتلاقي حاجه. ولما بيقوم يمشي فيه بيحس ان في حاجه تحت الصاج فبيبدا يفك المسامير. وساعتها بتدخل فارتيكا وبندار للمجرم، وبندار بيقول له اسمع يلا احنا عارفين انك بتكذب، قول الحقيقه احسن لك. فبيقول لهم صدقوني انا بقول الحقيقه، حتى ابعتوا هاتوا اخويا هياكد لكم ان انا
كنت عنده امبارح. وساعتها بتوصل نيتي، والمفاجأة هنا لما سوباش بيلاقي دم وبيبلغ فرتكة على طول. وساعتها بيجي سجل مكالمات جاي وبيتأكدوا انه كان في الاتوبيس امبارح بالليل. ولما بيحاول ينكر فرتكة بتديله بالقلم، وده علشان يصحصح لها ويقول لها الحقيقة كلها. وتاني يوم الساعة 11 بالليل قرر جاي انه يعترف بكل حاجة، وده علشان عرف خلاص ان حقيقته اتكشفت. وبصراحة انا مش هقول كل اللي قاله لانه قال كلام صعب شوية. المهم بنعرف انه اتخانق مع اكاشا، بعد كده مسكوا ديبيكا وضربوها واعتدوا عليها بطريقة صعبة جدا. فبتقوم فرتكة تضربه بالجزمة وبتبقى مش مصدقة اللي بتسمعه، بس البارد بيقول لها العيب مش علينا، العيب على اللي كان معاها لانه كان قاعد يعمل معاها حركات مش حلوة، فقلنا ناخد من الحب جانب اشمعنى هو. وبيعرفها انه مش ندمان على اللي عمله. وساعتها بيوصل راكيش وسودير منطقة جاي، وده علشان يجيبوا اخوه امار. وساعتها كان جاي اعترف بكل زمايله وهم براجيش وفيكاش والوك وسونو وامارة، وهو معاهم طبعا. وبتسأله مين سونو ده لان ما فيش اي معلومات عنه، حتى الاسم ده مش حقيقي. فبيقول لها انا ما اعرفش غير اسمه ده، وعرفها انه اتعرف عليه في رحلة تبع الشركة. ولما بتسأله فين زمايله بيقول لها لما سمعنا الاخبار في التلفزيون غسلنا الاتوبيس وكل واحد هرب في مكانه. وفي الوقت ده المرشد بيعرف راكيش ان فيكاش وده واحد من المجرمين اتصل بيه علشان يعرف في شرطة في المكان ولا لا، بس هو قال له لا وزمانه جاية. وبندار بيكلم سودير وطلب منه يروح على بيت اخو جاي واللي اسمه دادا علشان يعرف مكان اخوهم التالت امارة. وبعد شوية بيوصل عنده وبيقول له انا عايزك بكل هدوء تساعدنا وتعرفنا مكان اخوك امار فين، علشان لو ما عملتش كده انت واسرتك هتشرفونا في السجن، وده بتهمة التستر على مجرم هربان من العدالة. فبيقول له وليه كل ده، وبيكلم والدته وبيسألها عن اخوه، فبتقول له نايم عندي. وبعد شوية المرشد بيشوف فيكاشا، فالشرطة بتجري تقبض عليه وبيسألوه عن صاحبه براجيشا، فبيقول لهم جاي ورايا. وفعلا بيقبضوا عليه هو كمان، وبيبلغوا فرتكة انهم قبضوا على 2. فبتقول لهم محدش يعرف حاجة عن المعلومات دي لان معرفش مين اللي بيسربها للصحافة، بس الكاميرا بتيجي على فينود وشكله كده هو اللي بيسربها. وساعتها بتوصل المستشفى علشان تتكلم مع ديبيكا، بس الدكتورة بتعرفها انها في غيبوبة. بس فينود بيدخل يبص عليها وبيقول لبطلتنا ان في علامات عض باينة عليها وممكن يطبقوا الفك بالمجرمين اللي عندهم. وفي الوقت ده بيوصل سودير عند بندارة اللي بيطلب منه ياخد فريق ويطلع على منطقة كارولي، وفعلا بيروح ياخد سلاحه وشكلها كده مهمة مش سهلة. وتحت سودير بيطمن على مراته وابنه، بس مراته كانت زعلانة منه لانه بقاله اكتر من يومين مروحش. فبيقول لها احنا في قضية صعبة جدا ومش عارف هتخلص امتى. وبيتحرك هو وفريقه بالعربية لمكان العملية. وفي الوقت ده راكيش وفيملا كانوا في بيت فيكاش بيدوروا على اي دليل، وفيملا بتحس ان في حاجة مدفونة تحت التراب، ولما بتحفر بتلاقي حاجات ديبيكا واكاشا. وفي المركز بندار كان بينام على نفسه، فبتقرر فرتكة تعمل لهم قهوة علشان يصحصحوا. وبيقول لها انا مش مصدق نفسي بقى نائبة المفوض بتعمل لي قهوة بنفسها. فبتقول له انت انسان شاطر وتستحق كل حاجة حلوة. بس بيجي فينود اللئيم وبيعرفها انه لقى حد هيطابق مكان العضة بالفك بتاع المجرمين، وبيطلب منها يكلمها على انفراد. وبيعرفها ان بقاله سنة رئيس المركز ده وياما شاف كتير، واخر كام يوم ما شافش النوم، بجانب انه حاسس ان ايده فيها حاجة وشكله كده تعبان، وكان بيعمل كل ده علشان عايز يروح. بس فرتكة بتاخده على قد عقله وبتقول له انا عارفة انت قد ايه شقيان يا فينود، بس معلش استحمل معانا لحد لما نخلص القضية، وبعدين ازاي هنكمل القضية ورئيس المركز مش معانا. فبيقتنع بكلامها. وفي المكتب بتعرف بندارة انها جابت اخرها من الشخص ده، ولما تخلص القضية هتروق عليه كويس. وفي المستشفى نيتي بتطمن على ديبيكا واسرتها وبتنزل تتمشى، بس بتروح لحبيبها اللي كان مستنيها وبيقول لها بقالك يومين مش بتكلميني ليه. فبتعرفه ان معاهم قضية صعبة، فبيطلب منها تقول له التفاصيل، بس هي بترفض لان دي من اسرار شغلها. وفي العربية المساعد بيسأل سودير إيه اللي يخلي الاشخاص دول يعملوا كده في بنت، فبيقول له الفقر والجهل، وده بيوصل الشباب انهم يعملوا كده بجانب المواد الاباحية المنتشرة، ودي اللي بتأثر على فكرهم وبتخليهم يعملوا حاجات بشعة ومحدش يقدر يصدقها. وساعتها فارتكة كانت بتتعشى مع رجالتها، بس بيجي بندار وبيطلب من جاري يروح لمنطقة مني سارة لأن ألوك عنده ابن عم هناك وأكيد هو مستخبي عنده. بس فجأة الكهرباء بتقطع، فبتروح فارتكة تشوف إيه اللي حصل. ففينود بيعرفها إن الميزانية اللي عندهم خلصت، فبتكلم المفوض وبتطلب منه يشوف لها حل في الكهرباء، فبيقول لها ما تقلقيش أنا هتصرف. بعد كده
بيدخلوا يحققوا مع فيكاشا وبيسألوه كنت فين امبارح، فبيقول لهم كنت في الكنيسة ومعايا براجيشا. ولما بيسألوا براجيش اللي كان قاعد في مكتب تاني بيعرفهم انه كان بيتفسح مع اصحابه ومعاه فيكاشا، ومعنى كده ان كلامهم عكس بعض وبيكذبوا. وبندار بيلاحظ ان براجيش مجروح في رجله وبيلاقي اثر عضة، بس بيحاول يكذب عليه فبيقوم يلطش له. وعند فيكاش عرفه ان صاحبه اعترف بكل حاجة وما عادش ينفع ينكر تاني، فبيقول له الحقيقة وبيجمعهم هما الاتنين مع بعض. وبندار عرفهم انهم لقوا في بيوتهم حاجات اكاش وديبيكا وبيطلب منهم يعرفوه كل حاجة بالتفصيل. وهنا بيوصل سودير المكان وبيسأل على بيت آمار اخو جاي وناس بتدله على مكانه، وساعتها براجيش وفيكاش كانوا بيمثلوا الجريمة وعرفوهم ان كان هدفهم السرقة، بس جاي عمل حاجات مفيش عقل يصدقها. وبيعرفوهم انه بيعاني من صدمة عصبية، وده بعد ما مراته توفت وبقى بيكره يشوف اي اتنين بيحبوا بعض. ولما النهار بيطلع بيوصل سودير ورجالته وكان مطلوب منهم يعدوا بركة المية دي علشان يقدروا يدخلوا القرية اللي فيها آمار، وفعلا بيعملوا كده وبيفضلوا ماشيين لحد لما بيوصلوا بيته وبيقبضوا عليه. واثناء وهم بيعدوا المية بيزقهم وبيهرب منهم، فيا ترى بقى هيقدروا يقبضوا عليه هو والباقيين ولا لا؟ ده اللي هنعرفه في الحلقات اللي جاية. ولو انتوا حابين ان احنا نكمل لكم باقي المسلسل اكتبوا لنا تحت في التعليقات. ودي كانت نهاية السيناريو الجميل بتاعنا، بس مش نهاية ملخصاتنا اكيد. ولو عجبتكم الحلقة دي ما تنسوش تدعمونا باشتراك ولايك وتعليق جميل علشان يوصل لكم كل جديد، وشكرا.